5 حاجات يخلوك تختار القدس الكمبيوتر عشان تشتري منهم اللابتوب اللي انت عايزه. اول حاجه احنا بنعمل تيست لللابتوب كويس جدا، مداخل اليو اس بي، بنعمل تيست للبطاريه، بنعمل تيست للشاشه، لان احنا قابلتنا شاشات فيها بقع بيضاء وفيها ديفوهات بسيطه جدا، ودي بتبقى في اللابات الفرزه الثانيه، فاحنا ما بنقبلهاش وما بنبيعهاش اصلا، احنا كده كده بنرجعها للمستورد الثاني. بنعمل تيست كويس جدا لكل قطع قبل ما نفكر نبيع لك اللابتوب، نكون عملنا فحص كامل لكل مكونات اللابتوب وتاكدنا من سلامه كل قطعه فيه، علشان لما تاخد اللاب يبقى انت امورك كلها زي الفل الحمد لله وانت مطمن وامورك ما فيش فيها مشاكل. رقم 2، اللابتوب لما بيجي من بره مع المستورد بيبقى المعالج بتاعه عليه ماده تبريد، ماده التبريد دي بتبقى ناشفه، في الغالب بتبقى ناشفه لدرجه ان اللابات الانتل اللي هي المفترض ما بتسخنش، المفترض اصلا يعني الماده التبريد بتاعتها بتكفي 5 سنين 10 سنين وكلام زي كده، بنلاقيها ناشفه خالص زي ما هو هيظهر معاك حاليا في الصوره. بنلاقي ماده التبريد ديت ناشفه، فبالتالي مع الفحص رقم 1 اللي قلت لك عليه انا بعمل تيست برضه واشوف، بفتح البورده واشوف ماده التبريد بتاعتي ناشفه، خاصه في اللابات الاثنين كارت شاشه، وخاصه مع البروسيسور اللي هو اتش. عشان كده بتاكد من ماده التبريد، ولو هي ناشفه بنغيرها علشان اتاكد من ماده التبريد ودوره التبريد بتاعتي كلها تكون مظبوطه. رقم 3 ان الحمد لله انا شغلي كله في الفرز الاول، ما بشتغلش في الفرزه الثانيه، وعملاء كتير جدا اشتكوا لي من قصه ان اللابتوب بيبقى لسه شاريه وما بيكفيش، ويا دوبك يشتغل معاه شهر 2 بيبدا يظهر معاه مشاكل في الشاشه، يبدا يظهر معاه مشاكل في الاستخدام في البطاريه، وده لان اللابتوب اللي هو اشتراه فرزه ثاني وهو ما عملش تيست كويس، او بمعنى اصح هو ما يعرفش يعمل تيست. هو اشترى اللابتوب بكام بكذا اتفضل حسابك، واللاب طلع فرز ثاني في مشاكل في ديفوهات، هو العميل ما يعرفش يفرق ما بين الفرزه الاولى والفرزه الثانيه. عشان كده احنا هنا في القدس الكمبيوتر الحمد لله بنهتم جدا بالقصه ديت، وبختار لك لاب فرز اول متست عليه كويس جدا جدا جدا، وعلشان تبقى انت واخده مطمن من كل قطعه انت بتستخدمها. رابع حاجه ان احنا النهارده بندي لك ضمان 2 شهر استبدال. اللابتوب بتاعك لا قدر الله حصل فيه مشكله عيب صناعه، احنا معاك استبدال اللابتوب بتاعك لمده 2 شهر ضمان استبدال. طيب رقم 5 اللي مبني على رقم 4 ان انا معاك في خدمه ما بعد البيع. انا مش ببيع لك اللابتوب بتاعك واقول لك سلام عليكم انا كده خلاص بعت لك، انا كان دوري خلص، بقوم معاك بخدمه ما بعد البيع، لان النهارده خدمه ما بعد البيع هي اللي فعلا بتميز شركه عن الثانيه. انا مش دوري ان انا ابيع لك لاب سلام عليكم خلاص كده الامور تمام انتهت ما بيني وما بينك، لا، انا النهارده ببيع لك اللاب، انا مسؤول عن قطع غياره، مسؤول عن توفير الصيانات المناسبه ليه في مواعيدها المحدده. علشان كده وانا بشتري اللاب اول حاجه بشوفها هل هو فعلا متوفر ليه قطع غيار ولا لا، علشان لما اشتري اللاب بعد كده العميل بتاعي لما يطلب مني كيبورد اتفضل، عايز اغير ماده التبريد مفيش مشكله، طب السماعات بتاعته مخروشه مفيش مشكله نركب. يبقى خدمه ما بعد البيع دي امر مهم جدا 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 في القدس الكمبيوتر. تقدر تشرفنا في كفر الشيخ ابشان الطريق العام مقابل حلوان الفيروز، او تكلمنا نبعت لك اللاب بتاعك لغايه باب بيتك. شكرا لك.